لو قلت لي مين اللي لابس ازرق هقول لك انجلترا، وعمري ما هصدق ان هي سلوفاكيا، لان سلوفاكيا خدت انجلترا ورا مصنع الكراسي. طب العيب في مين؟ في اللعيبه ولا المدرب؟ طب ما تيجي نشوف. يلا بينا. انتوا عارفين مين اكتر واحد محظوظ في العالم؟ هو ساوث جيت، ان هو لحد الان لسه في وظيفته كمدرب لمنتخب انجلترا. يلا بقى خش في الموضوع. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انجلترا عندها مشاكل كتير جدا، بس انا جايب فيديو بيوضح قد ايه مشكلتهم في حاجه انا استفزتني جدا وانا بتفرج عليها قدام منتخب سلوفاكيا، وهي بناء اللعب. وقت بناء اللعب انجلترا ديكلان رايس بيرجع للخلف عشان يكون 5 في خط الخلفي، مع الظاهرين واقفين على خط واحد ما بيتقدموش ولا حد بيتقدم، لدرجه ان انت في الملعب كله ما بتلاقيش لاعب فاضي او لاعب حر بمعنى اصح ان انت تبصيله. والصور دي توضح اكتر، لان فودن هنا بيقول لتريبيري اطلع لقدام عشان تفضي نفسك، وان انا استلم او انت تستلم، المهم ان تريبيري نايم في العسل نوم. ويبتدي فودن يدخل لعمق الملعب عشان يسحب الظهير بتاعه عشان تريبيري يطلع، انما تريبيري كده كده شارب ميه بطيخ ومش عايز يطلع لفوق. لحظه دخول فودن وبيلينجهام لوسط الملعب كان سلوفاكيا بيعمل عزل بين الخطوط، وكان بيوجه اللعب دايما لساكا عشان يضغط من هناك. وقت قطع الكوره كان دايما بيكون في مساحه عند تريبيري اللي دايما بيخترق منها سلوفاكيا، وفعلا احرزوا الهدف الاول منه. وده يدل ان مدرب منتخب انجلترا ساوث جيت بيلعب كره طايره، ما بيلعبش كره قدم. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.